شات جي بي تي سجل مليون مستخدم في ساعة واحدة بس. بعد آخر أبديت لصورة كلنا شفنا صور ليه مغرقة السوشيال ميديا. طب ليه الواحد يتعب نفسه ويبني مشاريع بقى؟ جي بي تي مش هيخلي حاجة، ده قضى على تطبيقات كتير ولسه مكمل. اقول لك انا ليه؟ الفترة اللي فاتت ظهرت كمية مشاريع جديدة كلها مبنية على الاي اي واسمهم اي اي رابرز. طب تفتكر كل المشاريع دي بتستخدم الاي اي اللي هي عاملاه من الصفر؟ اكيد لا، مش شرط عشان انت عارف حاجه ومتمكن منها ان غيرك من الناس يقدروا يطلعوا اللي انت تقدر تطلعه من الاي اي. مش فاهم حاجه صح؟ هبسطها لك. لما بتروح السوبر ماركت عشان تشتري فراخ مثلا، بتلاقي اللي بيشتري فراخ عشان يعمل بيها شويه شرب، واللي بيشتريها عشان يعمل بيها بيتزا، وواحد تاني بيعمل بيها شاورما، وفي شخص مش عايز يوجع دماغه اصلا بكل الحوارات دي فهيروح يشتريها جاهزه. ده بالظبط الفرق ما بين كل المستخدمين. عشان كده دلوقتي هو احسن وقت تقدر تفيد بيه الناس باداه او تطبيق في مجال معين بيوريهم كل اللي محتاجينه جاهز من غير بقى رغي وبرومت من الصفر. مهم بس التطبيق او الموقع بتاعك اليو اي يو اكس بتاعه يكون شيك وسهل التعامل معاه، وبرنامج كامل مبني على اي بي اي لموديل كبير زي جي بي تي او ديب سيك وبس.